أهلا كيفكم؟ إن شاء الله دائما تكونوا بخير. الفيديو اليوم رح أحكي لكم فيه طريقتي بصنع البانكيك. طبعا هي طريقة تقليدية بس أنا بعتمد الكمية هاي الكمية بتكفي ل10 حبات كبار. هلأ بتشوفوا بالفيديو شو رح نحتاج اليوم. أول إشي الله يعيننا على هالبرد بهاي الفترة، وإن شاء الله تكونوا دفيانين والله يعين الناس جميعا يا رب. هلا اول شي بدنا 2 بيض، فانيلا، سكر معلقتين تقريبا، معلقتين اكل، وبدنا بيكنج صودا، بيكنج باودر، طحين، حليب وزيت بالاخر. بداية بدنا نخفق البيض مع السكر والفانيلا لحتى يوصل القوام انه يكون هيك شوي صار فلافي ولونه عبياض اكتر. تمام، شفتوه. هلا بس يوصل لهذا القوام وهذا اللون منضيف لكل بيضة تقريبا بدكم تحطوا مقدار كوباية حليب سائل، أو ممكن تحطوا حليب، الحليب الشاي يعني كمان بزبط، بيطلع زاكي أكتر حسب شو متوفر عندكم. وطبعا بس أخفق الكوب الأول، بحط الكوب الثاني الحليب وبخفقهم منيح، وبعدين بضيف كوب الطحين مع الكيس البيكنج باودر كامل. طبعا يفضل انكم تنخلوهم وتخلطوهم، بعدين بتحطوا المقدار الثاني. تمام، هلا بس خلطنا كمية الطحين اللي هم الكوبين مع البيكنج باودر والبيكنج صودا، نخلطهم لحتى توصلوا لهذا القوام اللي لما ترفعوا الخليط تحسوه كله هيك متماسك ونازل مثل خليط الكيك. ومنضيف آخر شيء ربع كوب أو ربع كاسة زيت. هذا القوام اللي احنا بدنا نوصل له. هلا بخليها ترتاح. بالوقت اللي حخليها فيه ترتاح رح نعمل الامريكان كوفي. هلا انا كتير بحب انواع القهوه، يعني بحب انوع واشكل واجرب. بس هاي القهوه بالذات اوكي انا بحبها، بس اكتر شي بحب اشربها مع البانكيك. بحس لانه البانكيك هو فطور امريكي، وهاي القهوه قهوه امريكيه، فشكلهم راكبين على بعض. عن جد لما بشربها باي وقت زاكي بحبها، بس لما بشربها مع البانكيك جد طعمتها غير، يعني جد بتصير حتى طعم القهوة بستطعمها أكتر، يعني ألذ أكتر. فعندي هاي الماكينة وبستعمل، يعني موجود بأي سوبر ماركت، الكارفور أو أي سوبر ماركت كبير، أنواع قهوة الخاصة بماكينة القهوة الأمريكية، فبتقدروا تلاقوها ومتوفرة. ولو مو متوفرة الماكينة عادي ممكن تعملوا نسكافيه بلاك مباشرة، كتير عن جد زاكي، بتعطي طعمة مختلفة مع البنكيك. تمام، هلا بالاول البان او المقلايه بدها تكون حاميه. برش عليها، بحط زبده او زيت، بمسح، المهم مسح، يعني بنمسح الزبده او الزيت بفاينه على المقلايه، وبعدين بحط بمغرفه. انتم بتحددوا الكميه، انا بحب هذا الحجم يكون يعني بتشبع وزاكي. تقريبا هذا المقدار اعطاني 10 حبات. يعني بيعطيكم من 10 من 11 هيك شي، يعني تقريبا. إذا بدكم أرق تكون البانكيك بيعطيكم أكتر، يعني ممكن يعطيكم لغاية يعني 14 15 حبة، بس أنا حبيت أخملها شوي. شوفوا ما أحلاها كيف، ترى ما بتاخد ثواني، يعني بس ثواني بدكم تحطوها على نار هادية. يعني بعد ما تحمل المقلاية بتوطوا النار على الآخر، بكون شغلكم على النار هادية، وكل قطعة بتمسحوا بالزيت بفاينة على المقلاية وبتحطوا القطعة الثانية. أول ما تحطوها بتغطوها، بس تبقبق هيك شوي خلص بتقلبوها، مجرد ثواني يعني القطعة يعني يا دوب بتاخد 30 ثانية، يعني حسب المقلاة عندكم، بس ما بياخد أكتر من هيك. وخلصناهم بسرعة والكل أكل وانبسط. بنصحكم تستعملوا السيرب بتاع البانكيك. في ناس تحب النوتيلا، في ناس تحب اللوتس، في يعني سيرب الشوكولات، بس سيرب البانكيك بيجيب طعمتها صح.
يعني إذا توفرت عندكم، وبتقعد فترة طويلة لأنه يعني الكمية كبيرة. وهذا كان فيديو اليوم. إن شاء الله يا رب تكون عجبتكم الوصفة، وإن شاء الله إنكم بتجربوها وبتطلع زاكي معكم يا رب. على صراحة كانت كتير زاكية وعجبت العيلة. بتمنى إنه تعملوا لي لايك للفيديو، ودائما رح يكون في جديد وفيديوهات كتير. اعملوا سبسكرايب وتفعيل للجرس حتى يوصلكم إشعار بالفيديوهات. وحابة أشكركم طبعا لأنكم فتوا على الفيديو وحضرتوه ووصلتوا لنهايته. بتمنى عن جد إنه الفيديو يكون عجبكم. شكرا كتير لكم، يعطيكم ألف عافية. سلام.